كان حتى كان في قديم الزمان، في سالف العصر والأوان، كانت النية حاكمة والقلوبة هانية وراضية. كان الخير موجود والود بين الناس ممدود. كانوا ناس زمان عايشين بالبساطة ويقنعوا بالقليل. حكايتنا اليوم يا سامعين الكلام ويا أهل الفضل والمقام قصة كتجمع بين العناد والصبر، بين الحيلة والحكمة. قصة شابة رقية بنت الصياد الدرويش، حكاية غتعلمنا باللي الذهب والجاه كيزولوا، ولكن الكلمة الحرة وعزة النفس هما اللي كيبقاو. فحلوا العقول وسمعوا معايا شجرة وسرة في هاد الأيام. وفي واحد مكان بعيد معروف بهواه البارد وأمواجه العالية اللي كتضرب في الحجر، كانت واحد القبيلة ديال البحارة والصيادة مسمينها الناس مرصة الصخر. ناس هدراوش وكيعيشوا من داكشي اللي جاد به البحر. يومهم كيبدا مع الفجر بين الشبكة والفلوكة. في هاد البلاد كان عايش واحد الصياد كبير في السن، دوز حياته وسط الموج والشقاء. سميتو عمي الجلالي. عمي الجلالي عطاه الله في هاد الدنيا غير بنت وحده، هي نوارت عينيه ومونساه في حياته، سماها رقية. رقية كبرات مع باها على شط البحر، تعلمات منه كيفاش تصبر على غدر الموج، واهم من هاد الشي تعلمات منه باللي البحر واخا كيخوف وغارق وقوي، ولكن الراجل الحر كينزل فيه شبكته وهو مرفوع الراس. رقية كانت معروفة بين الناس المرسى بعقلها الرزين وعنادها الكبير في الحق. ما كتسكتش على الحقرة وخا هي غير درويشة وبنت صياد فقير. كانت كتلبس الكسوة بسيطة ديال البلاد ودير سبنية عادية فوق راسها، وتخرج تعاون باها في صيد الحوت وتنشاف الشبكة، وديما راضية بقسمة الله. وفي داك الشهر كانت القبيلة مجتمعة كتحتفل بواحد الموسم كبير ديال الصيادة. الناس ناشطة على الشط والطبول كيتسمعوا من بعيد والخيالة كيتسابقوا. وعم الجلالي قال لبنته: يا بنتي رقية، سيري مع بنات الجيران لجيت الملاحات وراس الصخر، جيبوا لينا الملح باش نملحوا الحوت الموسم ونوجدوا الفرحة. خرجات رقية مع صحاباتها كيدوزوا بين الصخور الكبار، كيضحكوا ويغنيوا أغاني البحارة وهما بعاد على المرسى ووسط واحد الخلوة فين بدا الضباب ينزل. وفي واحد اللحظة تقطع الحس. خرجوا ليهم القطاطعية، رجال وجوههم مغطية وسيوفهم حامية. البنات بداو يغوتوا ويهربوا وسط الرملة. رقية وقفات وعنادها ما خلاهاش تهرب، هزات مجدف قديم كان ملاوح في الشط وبدات كتدافع على راسها. ولكن الكترة غلبات الشجاعة، ضربوها حتى طاحت وغيبات، وتخطفوا البنات كاملين في مركب ديال الغدر. داوهم القطاطعية البلاد بعيدة، سوق كيتبع سوق، حتى وصلوا لداخل بلاد الشرق. رقية دبلات في الطريق من قلة الماء والشوق لباها، ولكن عيونها بقاو شاعلين بحال الجمر. كانت كتصبر البنات وكتقول: ما تخافوش البنات، البحر واخا كيهيج في الاخر غيرجع يصفى، وهاد الظن حتى هو غادي يدوز وغادي تكون عنده نهايه. في بلاد الشرق اللي بعيدة على ريحة البحر لقات رقية راسها في السوق العبيد الكبير. تما شافها واحد الراجل طيب وكبير في السن سميتو العم مبروك. العم مبروك هو اللي مكلف بنظافة وترتيب قصر السلطان دريس. بانت ليه رقية باقة صغيرة وفي عينيها واحد الشموخ ديال ناس البحر. شراها وجابها القصر باش تعاون في شغالاته. العم مبروك دخل لبيت الخزين مع رقية وقال لها بلهجة حنينة ولكن قوية:
شوفي يا بنتي، انا جريتك باش نعتقك من سوق الدل. هنا راكي خدامه في دار المخزن، ديري شغلك وسدي فمك، وراسك ديما يكون في الارض فاش ما تخلقيش ليا المشاكل. ولكن رقية وقفات مكادة وشافت في عم مبروك وقالت ليه بكل ثقة: الله يرحم والديك يا عمي مبروك حيت عتقتيني، والشغل غنديرو على راسي وعيني حيت لقمة الحلال، ولكن راسي عمرني ننزلو للدل. انا بنت صياد حر، تعلمت من البحر باللي عزة النفس هي كنز بنادم. العم مبروك تعجب من كلام هاد البنت وقال في نفسه: هادي وراها سر كبير، وعطاها خدمة الغسيل الماعن ديال النحاس وتجهز المجامر ديال البخور. وتما رقية تعرفات على الطاهر، خادم درويش ولسانه طويل ولكن قلبه كبير. ولا الطاهر هو اللي كيساعدها ويخفف عليها تمارة، وديما مناكرين ومجمعين في نفس الوقت. داز الشهور ورقية ديما شادة اتساع، كدير شغالها وتمشي لبيتها الصغير. وفي واحد الليلة من ليالي الشتا الباردة القصر كله ناعس والشموعة طفات. رقية ما جاهاش النعاس، ضاقت بيها الدنيا وتفكرات باها عمي الجلالي في المرصد الصخر، واش باقي كيخرج الفلوكة، واش كيبكي عليها. جلسات حدا واحد الشرجم صغير كيطلع على المراح الكبير ديال القصر، حطات يديها على الشرجم وطلقات صوتها بواحد أغنية حزينة وبسيطة ديال البحارة. صوتها كان هادي وفي نفس الوقت كيبكي الصخر. في ذاك الوقت كان السلطان دريس الشاب الرزين معروف بالعدل والحكمة، ولكن قلبه قاصح مع العواطف. طار عليه النعاس بسبب مشاكل الحكم والبلاد. كان كيدور وسط الممرات العالية ديال القصر باش يضربوا البرد، وفي واحد اللحظة وصل ودنيه هاد الصوت الحنين. وقف في بلاصتو مسمر، والصوت كان كيردد ويقول: يا موجة البحر سلم لي يا لب الغالي، قولوا رقية صابرة وخا دمعها السالي. تغربت في ديار الغربة وضاع مالي، بنت حرة ما ترضى بالذل ودلالي. السلطان دريس بقى مبغوض. هاد السلطان اللي سمع كاع اشكال الغناء حس بهاد الكلمات الحزينة، وحس باللي هاد الصوت فيه عزة نفس غريبة. حاول يقرب باش يشوف شكون، ولكن رقية سمعات خبطة الصباط ديال الحراس وطفات القنديل دغيا وسكتات. والسلطان رجع لبيتو وهو كيفكر في مولات داك الصوت. في الصباح ناضت قربالة في القصر. السلطان دريس عيط لعم مبروك وقال ليه: قلب ليا القصر بركنا بركنا، باغي نعرف شكون البنت اللي كانت كتغني البارح في الليل، ولا غتعاقبوا كاملين. العم مبروك خرج كيلهت، والطاهر سمع الأخبار وجرى البيت الخزين عند رقية اللي كانت كتغسل الماعن ديال النحاس ومعصبة. وهو كيلهت قال ليها: رقية رقية، نارك حنا هاد المرة، سدي داك الفم ونقصي من هاد العناد ديالك. واش في راسك باللي القصر مقلوب؟ السلطان باغي مولات الصوت وانا عارفك هي انتي. ورقية بلا ما تدهش وجاوباتو: ايوا شنا يدير ليا كاع، غنموت. الموت حسن ليا من هاد العيشة، انا باغا غير نمشي عند با. وهو يقول ليها الطاهر: ايوا سمعي ليا يا هاد العنيدة، الليلة كاين المجمع الكبير ديال القبايل، جايين وفود وصيادين وتجار من كاع النواحي لعند السلطان. هذه هي فرصتك، غنغامر براسي ونديك للشرجم الوراني ديال القبة الكبيرة اللي كيطلع على قاعة العرش.
طلع عليهم كاملين، ما تعرفي تلقاي شي حد من معارف باك الصياد ولا شي تاجر من جهة المرسى، طلبي منهم يهربوك. رقية فكرات وفي الأخير وافقات، حيت شوق لباها كان قوى من الخوف. وصل الليل والمشاعل شاعلة في القصر كامل، والوفود دخلات والروايح ديال العشاء والبخور عاطية. تسللات رقية والطاهر ورا الحيوطة بحال الخيالات، حتى وصلوا للشرجم المخفي ورا الترية الكبيرة. طلات رقية وبدات كتقلب بعينيها في الوجوه، والوجوه كلها غريبة، ما لقات حتى حد من بلادها. ولكن عينيها طاحت على السلطان دريس اللي كان جالس في الوسط، وعينه كيبانوا فيهم الدكا والرزانة، وكيتكلم مع الناس بكل هدوء. رقية قالت بشوية: شكون هذاك الراجل اللي جالس في الوسط يا الطاهر؟ عيونه فيهم هيبة ولكن باينة فيه راجل قوي. جاوبها الطاهر وقال: هذاك هو السلطان دريس بنفسه. زيدي دغيا قبل ما يحصلنا شي حد، شفتك لصقتي في الشرجم. وعلى غفلة جاو راهم لعم مبروك وعينو خارجين بالخوف. نتوما هنا واش ما كتسمعوش الكلام؟ طاهر من الخوف ركابو فشلو طاح الأرض وقال: انا خاطيني يا عم مبروك، رقية هي اللي بغات تطل. جرهم لعم مبروك البيت الخزين وركابو كيرجفو، وطاح يطلب رقية ويديه كيترعدو وقال ليها: عتقيني يا رقية بنتي، الله يرحم لك الوالدين. السلطان عيط ليا بمقامه وهيبته، وقال لي باغي مولات الصوت اللي غنات البارح تظهر الليله قدام المجلس والوفود وتغني ليه. انا من اللي عرفتك انت هي مولات الصوت تخلعت بنتي. حنا ناس غير دراوش، ودخول قاعة العرش ماشي سهل، ولا رفضتي وما مشيتيش معايا غنبان كذبت على السلطان وعصيت امره، وراسي غيمشي فيها بسبب هذا الرفض بنتي. رقية وقفات بحال النخلة وعنادها قاصح وجاوبات: لا يا عمي مبروك، وعمرها تكون. انا بنت صياد حر وما نغنيش قدام مجالس الرجال. وقول للسلطان هي رفضات وخلي راسي يطير، ولكن كرامتي ما تقاش. انا حرة ماشي جارية باش نغني للسلطان والحاشية ديالته ويتسلاو بيا. طاهر ضرب يد في يد وعيونه خارجين وقال: ها واش حماقيتي يا رقية؟ كتقولي انا حرة ماشي جارية نغني للسلطان والحاشية ديالته، وبغيتيهم يطيروا لينا الريوس كاملين هاد الليلة؟ واش هذا وقت العناد رقية؟ رقية دارت عندهم بثباتة وعينيها شاعلين بحال الجمر وجاوباتهم: اسمع ليا يا الطاهر، واسمع ليا يا عمي مبروك. انا غندخل عند السلطان وغادي نغني ليه، حيت عتقتوني وبغيت نرد ليكم جميلكم ونحمي روسكم، ولكن غندخل بشروطي انا وبراسي مرفوعه. العم مبروك مسح عرق جبهته كيترعد وسولها: وشنو هما هاد الشروط بنتي؟ حيت السلطان كيتسنى وقاعة العرش راها حامرة بالناس والحاشية. رقية هزات لتامها البيض وبدات كتغطي وجهها وراسها بالكامل، وقالت ليهم: هذا هو شرطي، غندخل مغطية بالكامل من راسي حتى رجلي، وعمر السلطان ولا الحاشية يقدروا يلمحوا ملامح وجهي ولا يعرفوا شكون انا، حتى يعطيني عهد بالامان وحريتي كامله. طاهر مستغرب وضاحك بنص ضحكه وقال ليها: وفاش غيفيدك هاد التبله لا العنيده؟ واش باغا تزيدي تقلبي علينا؟ رقية شافت فيه بشوفة كلها حكمة ورزانة وقالت ليه: غادي يفيد بزاف يا الطاهر. هما طلبوا يسمعوا الصوت اللي عجبهم في الليل، ايوا غيسمعوا الصوت بوحدو. اما ذاتي وملامحي فماشي سوقهم وماشي من حقهم يتسلاو بها، حيت انا ماشي جاريه ديال شي حد، انا بنت حره، والتام هو الحيط اللي كيحمي حريتي وسط هاد القصر. العم مبروك وافق وهو خايف ومرعوب من ردة فعل السلطان.
ايوا يا حضار، حلوا معايا الودينات واجيو نفهموا سر هاد النفس وعقل رقية فين مشى. رقية بعقلها الرزين ما كانتش باغا غير تخبي وجهها ودير العناد وصافي. الحقيقة يا ساداتي هي أن رقية ملي طلات من داك الشرجم الوراني وشافت سلطان دريس وسط الوفود تعجبات بهيبته ورزانته وبغات حتى هي تعرفو وتقرب ليه. ولكن كي نسى اللي ورا التان كان كبر. رقية كانت قارية زمانها وعارفة السلاطين والملوك اش كيديروا مع الجواري. خافت يشوف وجهها ويتعجب في زينها غير في ديك اللحظة ويمشي الحال وتموت الشعلة ديال الإعجاب وتنسى بحال كاع البنات. رقية بغات تصيد قلب السلطان بصح، بغات تجرو لعندها بعنادها وتلعب على فضوله، بغاتو يبقى يسهر ويخمم ويقول شكون هادي اللي تحت اللتان. غطات وجهها باش تفرض عليه يعشق روحها وحكمتها وكلامها الموزون قبل ما يشوف وجهها، وتخلي السبع ديال القصر يولي يطلب رضاها والكلمة والقوة تبقى في يديها واخا هي وسط أسوار قصرو. وهنا غيبدا الصراع ديال الحيلة والعناد، وكيفاش غيتعامل السلطان مع هاد البنت، وكيفاش غتخليه يحترمها ويعشق عقلها وحكمتها قبل من وجهها. والعبرة غتبان باللي المرأة الحرة بعقلها وعزتها تقدر تحكم في قلب السلطان واخا تكون بنت قصيات فقير. وإلا وصلتوا لهنا اكيد القصة عجبتكم. عافاكم، واش ممكن تشجعوني غير باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وعافاكم ما تنساوش تخليوا لي شي تعليق زوين فاش تشجعوني نزيد لقدام ونبقى دايما نجيب لكم حكايات زوينه. ودابا يلا نكملوا الحكايه. تفتحات الباب الكبيره ديال قاعه العرش ودخلات رقيه والصمت طاح على القاعه وكاع الوفود داروا يشوفوا. رقيه ما كانتش لابسه لا قفطان مذهب ولا مجوهرات، كانت لابسه قفطان بسيط ومغطيه وجهها بلتام بيض ما باين منها غير عينيها الكحلين. كتمشى بثبات، خطواتها مسموعه وراسها مرفوع للفوق بحال الا هي صاحبه الملك ماشي خدامه. وصلت لوسط القاعه ووقفات قدام السلطان دريس. كاع الناس كيتسناو منها تركع وتبوس يد السلطان كيف العاده، ولكن رقيه بقات واقفه كيف النخله. والعم مبروك وراها كيهمس وكيرجف وكيقول بركي على ركابك، بركي على ركابك رقية، الله يهديك غادي تخرج عليا. ورقيه بصوت مسموع وصافي قالت السلام عليكم يا أهل العدل والحق. سلطان دريس طلعها وهبطها وتفاجأ من الجرأة ديالها وهو يسولها بصوت رزين وقال سمعنا أني الليل وصوت الشوق في حوشنا وعلمنا أنك مولات الصوت، فعلاش هاد التام في وجهك؟ حيدي وغني لينا باش يكمل السهر. وهي تجاوب رقية يا مولاي السلطان، انت عجبك صوتي في جوفة الليل وانا جيت اليوم غير باش نسمعك هاد الصوت، ولكن وجهي وملامحي هما ملكي انا بوحدي، ماشي ملك لشي حد كيف ما بغى يكون. وانا ماشي جاريه باش تعرض وجهها للفرجه، انا بنت صياد حر كبرت وسط الموج كنشوف الشمس كيفاش كتطلع حره وكتغرب حره. ولا بغيتيني نغني غنغني ووجهي مستور، حيت النهار اللي غتشوف فيه وجهي غتشوفو وانا حره ماشي وانا في قفص قصوركم. السلطان دريس تبدلات ملامح وجهه وعقد حواجبه والقاعة كلها ضربها الطم حتى واحد ما بقى كيتنفس. شاف فيها بشوفة قاصحة وقال بصوت غليظ فيه هيبة ديال الملوك واش ما خفتيش يا هاد البنت؟ واش عارفه ركابك قدام من واقفين؟ انا السلطان دريس اللي بكلمه منه يطيروا الريوس بحال الفجل. واش ما خفتيش نقطع لك هذاك الراس بسبب هاد الجواب الجاري اللي عطيتيني دابا؟
العم مبروك والطاهر وراها نزلوا للارض وغمضوا عينيهم وكيرجفوا، كيسحب ليهم صافي، طاح الفاس في الراس والدم غيسيل. ورقية ما تزعزعاتش، وقفات كيف النخلة وشافت في عينيه بكل ثقة، وجاوباتو بالذكاء ديال النسا اللي كيهدن الجبال. يا مولاي السلطان، الموت والحياة بيد الخالق الواحد المنان، والراس اللي عطاها الله ما يطيرها غير اللي خالقها. ولكن أنا واقفة قدام السلطان دريس، السلطان اللي معروف بين القبايل بالحق وحكمه قايم على الحق. وما نظنش ما نظنش باللي سلطان عادل بحالك غير يظلم مرا مسكينة ومكسورة الجناح. كاع اللي طلباتو هو الستر والعزة النفس، ورفضات تكشف وجهها قبالة المجمع ديال الرجال. الظلم ماشي من شي من الملوك العادلين يا مولاي، وانت سيد العدل في هاد البلاد. ايوا سمعوا معايا يا سادة كرام، القاعة كلها بقات كتسنى ردة فعل ديال السلطان، واش غيغضب ويأمر الحراس ولا غتغلبو حيلة بنت الصياد. سلطان دريس بقى كيشوف فيها واحد شوية، حيت رقية زلزلات القاعة بكلامها وحصراته في كلمة العدل. وفي واحد اللحظة تطلقوا حواجبه وتبسم واحد تبسيمة خفيفة فيها الإعجاب بذكائها وعنادها، وقال ليها: تبارك الله، لسانك مضم الجنوية، وعرفتي فين تحطي رجليك يا بنت الصياد. احترمت ريك وشجاعتك، والملك العادل عمرو يظلم حرة. ايوا يا لالا الحرة، غني وسمعينا. حطات رقية يديها على صدرها وغمضات عينيها، وطلقت صوتها بواحد موال هادئ وبسيط كيدوب القلوب. والأغنية كانت كتقول: صياد في شط البحر يرمي شبكته ويقاسي، ما يهم لا برد ولا الموج العالي والقاسي. ربي يجود عليه بالرزق والبال الراسي. يا سلطان الأبلاد العادل هو الأساسي، والحرة وخات ظلمت كرامتها تاج فوق راسي. صوت ديالها كان فيه واحد السحر عجيب خلى القاعة كاملة تسكت، وحتى السلطان دريس لقى راسو كيميل مع الكلمات. ملي سالات تنهد السلطان وقال ليها: صوتك كيداوي الجراحة الحرة، وفي حكمة الزمان. قولي لي اش بغيتي، الذهب، الحرير، شروطك مقبولة. رقية بذكائها وعنادها جاوباتو: ما باغا ذهب وما باغا حرير يا مولاي، باغا الأمان والحرية، وترجعني لبلادي مرسى الصخر عند با الشيخ الجلالي اللي كيتسناني على الشط. هنا سلطان دريس واخا هو عادل، ولكن فضوله ما بغاهاش تمشي حتى يعرفها شكون هي. تما فين غيبدا ذكاء النسا ديال رقية وعناد ديال السلطان، وهو يجاوبها سلطان دريس وقال لها: الأمان عندك، ولكن حريتك وخروجك من القصر عنده شروط. غادي تبقاي هنا شهر كامل، كل ليلة تجي المجلس وتكلميني بحكمتك وبلا لتام. ولا عجبني كلامك وفهمت سر عنادك، غاتمشي لبلادك معززة مكرمة، ولا غتبقاي خدامة في قصري طول عمرك. بدات الايام كدوز، ورقيه ولات كتجلس مع السلطان دريس في الرياض الصغير حدا النافوره. الشموع شاعله وريحه العود القماري عاطيه في المكان، ولكن رقيه بقات شاده في عنادها وما بغاش تحيد للتام.
كانت كتجلس بعيدة عليه بوقار وتتكلم معاه بالذكاء والرزانة. وسلطان دريس شاف فيها وتبسم وحط كاساتي من يده وقال لها بنبرة فيها عتاب: ياك تفهمنا رقية، وكان شرط ديالي هو تبقاي هنا شهر كامل، وكل ليلة تجي المجلس وتكلميني بحكمتك وبلا لتام. شفتك باقا شادة العناد والتام ما حيدتيش. واش هذا ماشي خارق للشرط والوعد اللي بيناتنا؟ رقية نزلات عيونها الأرض بالحشمة وتنهدات واحد تنهيدة خفيفة وقالت ليه بصوت حنين كله وقار: ياك انا قلت لك من الاول مولاي، انا بنت حرة وما بغيش وجهي وملامحي يشوفهم الرجال ويتسلاو بيهم. واخا انا عارفه ومقرب اللي انت السلطان وسيد العارفين والعدل كله عندك، ولكن حشمت نكشف وجهي عليك مولاي. الحشمه والحياء هما الباسي، والملك العادل محال يرضى يحيد المراه اللباس اللي كيسترها. ايوا سمعوا يا سادة يا كرام، هاد الكلمة ديال حشمت نكشف وجهي عليك طاحت في قلب السلطان بحال السحر. السلطان دريس اللي مولف نسا كيجري وراه ويتباهاو بزينهم قدامه، لأول مرة كيلقى شابة كتهرب وجهها عليه بالحشمة وقيمة لراسها. في هاد اللحظة حس السلطان بواحد الإعجاب خطير كيكبر في قلبه جهتها، ولا كيعشق عقلها وحشمتها وعنادها قبل ما يشوف وجهها. وحتى رقية من ورا داك اللتان كانوا عيونها كيلمعوا بالإعجاب ملي كتشوف رزانة السلطان وكيفاش كيحترم كلامها وما كيفرضش عليها قوته. صراع العناد ولا صراع ديال حب مخفي كيكبر بيناتهم كل ليلة. السلطان دريس شاف عيونها اللي كيلمعوا ورا اللتان وقال بصوت كله إعجاب: والله بنت الصياد، إلى هاد الحشمة اللي فيك زادتك هيبة فوق هيبتك وخلات كلامك يدخل لقلبي بلا إذن. واخا لالا احترمت حشمتك وخاطرك، خلي التام مستور وكملي لي حكايتك. سمعيني اش كيقول عقلك الموزون هاد الليلة. وفي واحد الليلة جاب ليها السلطان دريس صندوق صغير عامر بالجوهر والياقوت وقال ليها: هذا ليك، حيدي هاد التام وخليني نشوف وجه مولات هاد الصوت الحنين. ورقية بابتسامة من ورا التام جاوباتو: يا مولاي السلطان، الياقوت حجر قاصح وبارد وميت، وعزة النفس روحية. واش تبغي ناخد الحجر وتقتل الروح؟ وسلطان دريس قرب شوية منها وهو معجب بكلامها ورد عليها وقال: أنا السلطان، بكلمة مني نقدر نحيد التام بالسيف وتولي ديالي. ورقية وهي كتشوف في عيونه بلا خوف وجاوباتو: تقدر تحيد التوب يا مولاي، ولكن عمرك تملك خاطري وقلبي. الملك الحقيقي هو اللي كيحكم القلوب بالرضا ماشي بالسيف. السلطان دريس لقى راسو كل نهار كيتعلق بها كتر وكتر وعشق عقلها وحكمتها وطريقتها كيفاش كتهرب منه قبل ما يشوف وجهها، ولا كيسولها في امور البلاد والقبايل وهي كتعطيه نصائح ذكيه تعلماتها من الصبر ديال البحر وحكمة باها الصياد. دازت أيام والطاهر الخادم الصديق القرقية جالسة في بيت الخزين ساهية ويديها على خدها، هو يقول لها هو كيتمازح معاها: ايوا لالا رقية، شفتك وليتي كتسهي بزاف ملي كتسالي الجلسة مع السلطان. واش العناد بدا كيدوب ولا شنو؟ رقية تنهدات وجاوباتو: سكت يا الطاهر، السلطان راجل طيب وعادل وقلبي بدا كيميل ليه، ولكن كرامتي وبنت الصياد اللي فيا ما كتخلينيش نكون سهلة. والطاهر هو يقترح عليها واحد الحيلة ذكية: ايوا ديري ليه اختبار تشوفي واش كيبغيك انت ولا عقلك، ولا باغيك غير حيت انت عنيدة ومغطية وجهك. بالمناسبة
بغيت نشكر اي واحد واي وحده داير لي لايك واشترك في القناه وخلاو ليا شي تعليق زوين. شكرا بزاف، شكرا خارجه من القلب لدعمكم اللي يستاهل مني كل تقدير واحترام. داز السيمانه الثالثه وصراع العناد والحب المخفي واصل القمه ديالته. وفي واحد الصباح ناض السلطان دريس ولقى فوق الميده ديالته واحد المكتوب مسبوق بمداد الكحل ومطوي. فتحو السلطان وبدا كيقرا وعيونو كيتسعوا بالفرحه والمفاجاه. المكتوب كان فيه: يا مولاي السلطان، وفى الوعد واليوم كملت السيمانة الثالثة. الليلة غتلقاني في نفس المكان وفي الرياض الصغير حدا النافورة. هاد المرة غنحط السلاح وغنجلس قبالتك بلا لتام باش تشوف رقية على حقيقتها. السلطان دريس تبسم واحد الابتسامة عريضة طالعة من القلب وصحاب ليه باللي رقية صافي استسلمات الحب ونزلات العناد ديالها. داز عليه داك النهار طويل بحال العام وهو كيتسنى الليل فوقاش يطيح باش يشوف وجه مولات الصوت الحنين. وصل الليل وهدات الحركة في القصر. مشى السلطان دريس للرياض الصغير والقلب ديالو كيضرب بالفرحة. غير دخل وبان ليه الخيال حدا النافورة. كانت واحد الشابة جالسة لابسة لبسة رقية وطالقة شعرها الكحل الطويل على كتافها وبلا لتام ملامحها زوينة بحال القمر. السلطان وقف مبهوط في الشوفة الأولى وعجبو داك الزين اللي شاف. قرب منها وجلس قبالتها وهي منزلة راسها بالحشمة وهو يقول بصوت دافي وكله شوق: أخيرا يا رقية، أخيرا حيدتي التام ونورتي الرياض بزينك. كنت عارف باللي هاد الليلة غتكون أجمل ليلة. الشابة جاوباتو بصوت خاتته فيه الرعدة: أهلا بك يا مولاي، طاعتك وجبة. هنا السلطان دريس تبدلت ملامح وجهه وحبس أنفاس ديالو حيت نبرة الصوت ديال الشابة واخا خافتها ولكن ماشي هي هذيك رقية. رقية صوتها فيه النفس وفيه قوة الموج ديال البحر، أما هاد الصوت فكيرجف وبحال إلا حافظة الكلام بالسيف. السلطان دريس بدا كأو علمو بكيت نساو حيالهم بدا كيستوعب بشوية بشوية وباللي كاين شي فخ في الأمر. وفي هاد اللحظة بالذات دخلات رقية الحقيقية، ولكن دخلات بلبسة الخدامات العادية ومغطية نص وجهها بالسبنية وهازة في يديها صينية ديال النحاس فيها البراد ديال اتاي منعنع ومجمر صغير كيطلق ريحة البخور والعود القماري. تمشات رقية بكل هدوء وجات حداهم بداعي انها كتنزل كاس اتاي وطلق البخور في كل مكان. كانت قريبة بزاف من السلطان وعيونها كيشوفوا فيه من ورا السبنية بكل مكر وذكاء. باغا تشوف واش هاد السلطان اللي كيبغيها غيتصيد في الزين والمظهر ولا غيعرف باللي هاديك اللي قبالته ماشي هي رقية الحقيقية. السلطان دريس لمح الخدامة اللي هزة الصينية ديال اتاي وشم ريحة العود اللي كتفكرو برقية كل ليلة. شاف الشابة اللي طالقة شعرها ورجع شاف في الخدامة اللي منزلة اتاي وتما طاحت ليه الفكرة في الراس وفهم الحيلة كاملة. حط كاس اتاي ودار واحد الضحكة قوية زلزلات الرياض وشاف الشابة اللي طالقة شعرها وقال ليها: الزين موجود والمظهر كيسر العين ولكن انتي ماشي رقية. الشابة طاحت الأرض كطلب السلة والخوف راكبها. تما دار السلطان دريس جهة الرقية الحقيقية اللي كانت شادة الصينية وقرب منها وقال لها بصوت كله حب وإعجاب وفخر: وعلاش مخبية ورا المجمرة لالا رقية؟ واش كيسحب ليك باللي السلطان دريس كيعشق غير الثوب والشعر والوجه؟ انا عشقت الروح اللي فيك وعشقت العقل الموزون والنفس الحرة اللي كتكلم في نص الليل. حيلتك ذكية
ولكن قلب السلطان ما كيتصيدش بمظهر الكاذب. انت هي رقية، ومحال تكون شي وحده اخرى بحالك في هاد الدنيا. ورقية في هاد اللحظة وسط ريحة البخور وصوت النافورة تنهدات بالفرحة وعيونها دمعوا، وعرفات باللي هاد الراجل كيبغيها بصح وكيستاهل قلبها وعنادها. وسلطان دريس وقف قبالتها، والقرب بيناتهم خلى دقات القلوبة تتسمع، وريحة العود والبخور دايرة بيناتهم بحال السحاب. السلطان حط يديه ورا ظهره وشاف في عيونها بواحد النظرة فيها لهفة وشوق وتوسل ديال الرجال اللي طاح في الحب ديال بصح، وهو يقول لها بصوت حنين وفيه باحة ديال الشوق: رقية، راني عييت وصبرت وما بقيتش قادر على هاد الغموض وهاد البعد. انا سلطان هاد البلاد، بكلمة مني نقدر نأمر الحراس يحيدوا هاد اللتان في رمشة عين، ولكن ما بغيتش نكون سلطان عليك. بغيت نكون غير دريس، الراجل اللي سحرتي ليه عقله وقلبه. بغيتك تحيديه بخاطرك رقية. بغيت نشوف وجهك وانت اللي باغا توريه ليا حب ورضا، ماشي حيت انا فارضو عليك بقوتي. واش هاد القلب مازال ما يستاهل يشوف النور ديال وجهك؟ يا سامعين الكلام، هاد الهضرة ديال السلطان دخلت لوسط جوف رقية بحال الماء البارد في يوم الصهد. العناد اللي كان عاقد قلبها بدا كيدوب بحال السكر وسط اتاي. شافت في عيونه، لقات فيهم الصدق والاحترام. تما عرفات باللي هذا هو السبع اللي غيحميها ماشي اللي غيدلها. ورقية يديها بدات كترعد بالخوف والحب، وقبطات طرف اللتان الابيض وبدات كتنزلو بشويه بشويه حتى طاح الثوب وبان الوجه الصافي. سلطان دريس رجع خطوه اللور وتصدم. وجه رقية كان فيه واحد الزين طبيعي ورباني كيسحر العقول. عيونها كحلين بحال الليل المرسى، وبشرتها صافيه، وفي ملامحها واحد النور ديال الحشمه وعزه النفس اللي كتزيد الزين هيبه فوق هيبه. ما كانش دايره لا كحل لا سواك، ولكن زينها غلب كاع النساء القصور. سلطان دريس تسمر في بلاصتو، وعيونه كيشوفوا فيها بلهفه واعجاب كبير، وقال بابتسامه طالعه من اعماق قلبه: سبحان الخالق اللي صورك بنت الصياد. والله لا غلبتيني بعنادك، وغلبتيني بحكمتك، ودابا كتغلبيني بزينك اللي كيحير العقول. انا سلطان دريس اللي عمر شي حاجه هزاتو، اليوم كنقولها ليك بلسان فصيح. راني وليت كنبغيك الحره، وقلبي صار ملكك. ورقية وجهها تخطف بالحشمة، ونزلات عيونها الأرض وابتسمات واحد الابتسامة دافية، وقالت بصوت كله حب: وحسا انا مولاي، واخا جيت لهنا مخطوفه، لقى قلبي عندك الامان والعدل اللي كنت كنقلب عليه. وبنت الصياد عمرها تنسى الراجل اللي احترم كرامتها وحشم يعري وجهها. ودازت الأيام، وصل اليوم الأخير ديال الشهر. سلطان دريس كان جالس مهموم، حيت عارف باللي رقية غتطلب تمشي لبلادها حيت الشهر سالا. وقفات رقية قدامه، وهاد المرة بكل هدوء ورومانسية قال لها سلطان دريس بصوته الحنين: الشهر سالا يا رقيه، وفيت بوعدي. القافله واجده باش نديك المرصد الصخر عند باك عمي الجلالي، واخا قلبي غيمشي معاك. ورقية شافت فيه بحب وعناد طفولي وقالت ليه: يا مولاي، انا بغيت نمشي لبلادي حيت الشوق لباك واني، ولكن الا جيتي تخطبني من با الصياد وتدخل المرصد الصخر كراجل باغي الحلال ماشي كسلطان بالجيش ديالو، تما غنرجع لقصورك ماشي كخدامه ولكن لسلطانة قلبك. فرح السلطان فرحة كبيرة، وفعلا مشات رقية لبلادها. ووراها بأيام قليلة مشى السلطان دريس بوحدو مع العم مبروك والطاهر المرصد الصخر،
وطلب يد رقية من باها عمي الجلالي على شط البحر بكل تواضع. وهنا كتسالي حكايتنا يا أهل الفضل والمقام، والعبرة اللي بقات على كل لسان أن المرأة الحرة بعقلها وكرامتها وعزتها تقدر تحكم قلب السلطان واخا تكون بنت صياد فقير، حيت الزين كيدبل والمال كيزول، ولكن الكلمة الحرة والعقل الرزين هما اللي كيبنيو البيوت ويدوموا على طول الزمان. وخليتكم فرحة الله، وحكايتنا مشات من الواد لواد، وبقيت أنا مع ناس الجواد.